تفتكروا لو حد ارتكب جريمة وفكر إنه فلت منها، هل القانون فعلا نسيه ولا ممكن يبقى في حد بيراقبه مستني اللحظة المناسبة علشان يحقق العدالة؟ تعالوا نشوف الحكاية. بس من الأول بيبدأ فيلمنا في لندن سنة 1945. 8 أشخاص على مركب صغير في البحر متجه لجزيرة منعزلة، جزيرة ما فيهاش سكان، كلهم ما يعرفوش بعض، بس كل واحد فيهم جاي بدعوة غريبة من شخص اسمه أوين. بس ما فيش حد شاف أوين ولا حد يعرف هو مين. أول ما يوصلوا بيلاقوا قصر فخم بيستقبلوهم 2 من الخدم، راجل ومراته. واحد منهم بيلاقي بيانو ولحن موجود، راح مغني الأغنية. هي أغنية كده بتحكي عن 10 جنود صغيرين راحوا يتعشوا، واحد منهم اتخنق فبقوا 9. أغنية غريبة والجو مش مريح، وكل واحد فيهم منظره شايل سر تقيل. تعالوا نشوف الشخصيات اللي معانا. أول واحد قاضي عجوز شكله حكيم بس عينه فيها حاجة مش مريحة، وسكرتيرة شابة لمستر أويل بس لا تعرفه ولا حتى شافته، ودكتور بيتكلم عن الأخلاق بس إيديه كان سبب في موت حد، وضابط شرطة سابق بيحب النظام بس عنده تاريخ مش نظيف، وجنرال كبير في السن بيبان عادي بس تصرفاته مش بريئة، وموظف حكومي بيضحك كتير ضحكة غريبة، ومدرسة بتتكلم على التربية بس منظرها تسببت في مأساة، ورجل أعمال غني قوي بس فلوسه مبنية على الجثث، والخادم روجرز وشكله مطيع، ومراته ست هادية جدا بس واضح إن عندها سر كبير. وفجأة صوت جراموفون بيشتغل لوحده وبيبدأ يحكي عنهم، بس دي مش حكايات، دي جرايم محدش يتحاكم عليها بس منظرها كلها حقيقية. الليلة بتعدي والتوتر بيزيد. في اليوم التاني وهم بيفطروا يلاحظوا إن على السفرة في 10 تماثيل لهنود صغيرين، وفجأة الموظف بيحصل له اختناق، والدكتور لما بيكشف عليه يلاقي مات، ويلاقوا صوت من غرفة السفرة ويلاقوا تمثال منهم اتكسر ومفيش حد كان موجود. بعدها الخادمة بتموت. الله، دي بقت مش حادثة ومش صدفة، دي منظرها بداية لعبة مرعبة. كل موت بيحصل بيتكسر تمثال صغير من على السفرة، وكل جريمة بتتكرر زي الأغنية اللي سمعوها. الشك بيبدأ، كل واحد بيبص للتاني وكل واحد ممكن يكون هو القاتل أو الضحية الجاية. جزيرة مقفولة والموت بيقرب، يا ترى مين فيهم هيكون القاتل ومين هيكون الضحية الجاية، ولا في شخص تاني معاهم هو اللي بيعمل كده؟ ده ملخص فيلم And Then There Were None للكاتبة العالمية أجاثا كريستي، وده اللي ممكن تعرفوه في الفيديو الجاي على قناتكم فيلم تو كليك. انتظرونا علشان نعرف الحكاية في الفيديو الجاي. سلام.